السلام عليكم. ففي هاد الايامات وكساير الايام ندور في اليوتيوب حتى طلع لي واحد الزنديق الملحد هاجر المغرب لامريكا وفاء للالحاد ديالو. والغريب انه حافظ للقران الكريم ومتعمق في الدراسات الاسلاميه، وعاش 20 عام وهو ملتزم، وبعدها 3 سنين ديال الشك في دينه وتلاها بالكفر والإلحاد والعياذ بالله، بدعوى أنه صال وجال في القرآن والسنة ولقاهم كاملين كذوب وافتراءات، طبعا بعد البحث والتعمق والاجتهاد حسب زعمه. ودابا راه يقوم بمحاضرات على الفيسبوك باش يقنع جمهوره بالعزوف على دينهم. وكاينين بزاف ديال ذوي النفوس الضعيفة اللي ينساقوا وراء وساوسه بالأدلة ديالو الشيطانية. هذا الشخص المدعو سعيد بن جبلي، أو بالأحرى شقي بن جبلي، راسلته عبر الفيسبوك برسالة تشمل أدلة وبراهين دامغة على صحة ديننا الحنيف، بحال بعض علامات الساعة اللي تحققت في زماننا بالرغم من أنه تكلم عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 12 قرن. حاولت باش ندخل معاه في نقاش، غير هو بادلني التحية بلا ما يجاوبني. راسلته مرة وجوج وثلاثة وما كيجاوبش، واخا كيرسل لي إشارات على أنه قرا الرسائل ديالي. إوا دابا تخيلوا معايا المحاضرات ديالو السخيفة شنو كيتناول فيها. قال لك سيدي الله يشبه البنادم، بدعوى أنه عنده اليدين وكيسمع وكيشوف. صافي هذا هو الدليل ديالو. والرد على هذا الزعم ساهل بحال شي شربة الماء. ربي يقول في الآية 47 من سورة الذاريات: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فهنايا ما كاينش وجه الشبه ما بين أيد الله عز وجل اللي بنات السماء الشاسعة والواسعة بمجراتها ونجومها وكواكبها وما لا عين رأت، ويد الإنسان الضعيفة الهزيلة المهددة بالشلل في أي لحظة. وثاني، إذا كان الفيزيائيون وعلماء المادة اكتشفوا أن الكون كيتمدد، ربما هذا القرن غير في هذا الاكتشاف غير في القرن الماضي كأبعد تقدير، فربي قال لنا في القرآن قبل 12 قرن: وإنا لموسعون. فالزنديق شقي بن جبلي قال لك ما كاين حتى آية صحيحة في القرآن. إوا نسدوا له فمه بواحد الآية ثانية باش ما يقول لكش وهذيك الآية غير صدفة. ربي يقول في الآية 22 من سورة الحجر: وأرسلنا الرياح لواقحة. واحد العالم غربي منين اكتشف باللي الرياح تلقح الشجار فرح واحتفل بهذا الاكتشاف الفريد، حتى لواحد النهار تصدم وحزن حيث القرآن سبقوا لهذه الخاصية الطبيعية ب 12 قرن. وهذا الزنديق شقي بن جبلي طبعا قال لك الأرض ماشي مبسوطة كيف يقول القرآن، كروية الشكل. إوا نرجعوا للقرآن اللي جالس يكذبوا. سيدي ربي يقول في الآية 30 من سورة النازعات: والأرض بعد ذلك دحاها. الدحية عند العرب هي البيضة. إوا هو القرآن يوصف لنا الأرض بيضاوية الشكل. طبعا العلماء الماديون اكتشفوا بأن الأرض كروية الشكل غير في القرن الماضي كأبعد تقدير. نرجعوا المبسوطة، فالسطح ديال الأرض مبسوط وبالدليل والحجة. راه ما تجري في القارات الخمس والبحار والمحيطات. إوا سمعتي يا الزنديق اللي مكذب القرآن طول وعرض ويقول لنا أنه بحث واجتهد قبل ما يتوصل للي توصل له. الاجتهاد يا رخيص خليه للبخاري وابن كثير وكشك زماننا يلي طوعت لك نفسك تنكر حتى وجود الله. راه هاد كشك اللي ذكرناه دابا ظل في حياته يطلب ربي يحييه إمام ويقبضه عنده هو ساجد، وتحقق
تحققات أمنيته ومات ساجد بدون سابق معرض. إيوا في نظرك شكون استجب له هذا الدعاء؟ قل عاود تاني صدفة، راه الصدفة تجي مرة وحدة، والصالحين اللي ماتوا ساجدين عامرة بهم البسيطة. وشوف في اليوتيوب شحال تشوف من النماذج. ونسيت باش نذكر أن من الأدلة اللي كيعطيه على أن القرآن ماشي صحيح هو أنه قرأ كتب التاريخ ولقاها مختلفة مع الكتاب والسنة. إوا شوف الحماق ديال بصح فين وصلوا، اللي كتبوا بنادم مصدقوا، واللي كتبوا الله مكذبوا، ولو الله قال في القرآن وإنا له لحافظون. شحال من عالم غربي اكتشف شي حاجة غريبة وفرح بها، ولكن تفاجأ منين لقى القرآن سبقوا لها ب12 القرن. شحال من واحد هداه الله بهذا الكتاب ودخل في النور بعد ظلمات الكفر. أما شقي بن جبليه فقال لك سيدي الإسلام فيروس، والدليل ديالو هو أي واحد كيترك هذا الدين كيتصاب بالاختلال وربما كينتحر. زعما باغي يقول لك الانعكاس السلبي ديال الدين، ونسى أن الخروج من الدين هو خروج من الرحمة أصلا. عليها أي واحد كيترك دينه حتى قيمته الإنسانية كتطيح بحال النقص. ومن المحاضرات ديال هذا المتعوس أيضا قال لك أن أسباب تخلف العرب هو بالدين اللي عندهم، والرد على هذا البهتان سهل ماهل. سمعوا مزيان، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين فين كان الإسلام هو نفس العرب وهو راس مالهم. الحضارة ديالهم تفجرات في الشرق والغرب، وكانت الفتوحات الإسلامية من الحجاز حتى للمغرب الأقصى، ودور القوافل التجارية أيضا في نشر الدين في إفريقيا وفتح الأندلس. تخيل جيش مغاربي شديد الإيمان كيفتح الأندلس وهي جزء من أوروبا. أما اليوم فالأمور واضحة، المسلمين تخلوا على مجموعة من القيام في دينهم، انتشرت الخمور، انتشر الفحش، الدين كيأمر بالأخوة، والمسلمين دابا ما كاين غير النزاعات بيناتهم. على سبيل المثال المغرب والجزائر. هو هذا الشيء كافي لتفسير التخلف ديال العرب. ومن السفاهات ديال هذا السفيه أيضا في واحد المحاضرة ديالو زعم أنه غادي يدير التحليل النفسي لله عز وجل. إيوا انتبهوا معايا، مخلوق ما عارفش حتى المصير ديالو يدير تحليل نفسي للخالق اللي عارف حتى الوسوسة في الصدور ديالنا. ومن النتائج اللي توصل لها هاد الهبيل قال لك الله كيغضب، والغضب مرض نفساني. إيوا سمعوا، شي واحد فينا إلا تسرق ما خصوش يغضب، خاصو يفرح. داو لك رزقك افرح، ظلموك في المحاكم افرح، وقعت لك كسيدة لازم تفرح. غير تغضب انت مريض نفسانيا حسب التحليل ديال هذا المحلل. وامثال شقي بن جبليه ماشي غير يغضب عليهم الله وصافي. ايوا نخليو لكم التعليق. واحد النقطة بغيت نشير ليها هو أن هذا الشقي مضطرب في المذهب ديالو. مرة يقول لك الله غير موجود، مرة يقول لك الإله اللي خلق الكون ما مساليش لينا، مرة يقول لك الهدف ديالي نحارب الله. شوفوا معايا التناقض، مرة يقول لك ربي غير موجود، ومرة يقول لك نحارب الله. إيوا هذه هي انفصام الشخصية بعينها. إيوا دابا نمشيو للأحاديث النبوية نقيسو تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم. يا المجنون بن جبليه، انت عارف شنو غادي يوقع غدا؟ أكيد لا، وألف لا. راه حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر بوقوع شي حوايج ولو بعد 12 قرن وقعت في زماننا أو كتوقع. يلا تتبع معايا. 1. مما قال المصطفى عليه السلام: يكون صوت من السماء يسمعه كل قوم بلسانهم. كتاب البرهان في علامات مهدي آخر الزمان. إيوا شوف الكلمة حطت الإذاعية، كل قوم بإذاعته الخاصة، وأصوات المذيعين كتنتشر في الريزو، والريزو كاين في السماء.
إذن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. زوج: لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان، رواه البخاري. وهذه بين اللعمة. إذن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. 3: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، أخرجه البخاري. يكفي نقول أن شحال هادي الواحد لما يبغي يسافر مثلا من طنجة لمكة يستغرق أشهر وأشهر، أما اليوم فهاد الزمن تختصر لساعات معدودة في الطائرة. ونزيد حتى أن الوقت في واحد الشكل آخر ولا متقارب، ها 2010 ها 2012 ها 2012 ها 2017، لدرجة ولينا نتعجبوا. إذن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. 4: لا تقوم الساعة حتى تزول الجبال عن أماكنها. يا إخوان، هاد الشي وقع في مكة، السلطات السعودية حيدت الجبال وبنات تما. إذن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. 5: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، صحيح الترمذي. نعطيو المثال بك يا شقي بن جبلي، حيث كنت مسلم والتحقتي بالمشركين ودوختي مجموعة ديال الناس ولاو بحالك. فهنايا تعمدت باش نجيب الأدلة من علامات الساعة اللي وقعت، باش ما يبقى له فين يكذب ولا يهرب. وفي الأخير عارف الفضول غادي يقودكم باش تستمعوا لهذا المخرف، ولكن أي كلمة قالها تطرق لك في عقلك انتبه. كتب على اليوتيوب بحال هذا الروابط، مثلا الإعجاز العلمي في القرآن، الإعجاز العلمي في السنة، الإعجاز العددي في القرآن، باش تكتشفوا أن أبشع كذب ممكن تسمعوه باللهجة المغربية هو ذاك الكاذب اللي كيخرج من فم شقي بن جبلي. السلام عليكم.